هقولك النهاردة على افكار تحفة للانش بوكس من عجينة واحدة بس، يعني هتعملي اكتر من شكل وكل مرة ولادك هيتبسطوا كأنه جديد. وكمان الوصفات صحية وخفيفة، يعني هتطمني عليهم. واهم حاجة الافكار سهلة وسريعة ومبتاخدش وقت. يلا بينا نشوف جهزناها ازاي. من عجينة واحدة بس طلعنا 4 وصفات مختلفة تشرفك في اي لانش بوكس. اول حاجة جبت بيضة وضربتها بالمضرب، وبعدين نزلت عليها بفانيليا، وبعدين نزلت بكوباية كبيرة من اللبن الرايب، وعليها معلقتين كبار من الزبدة على معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من السكر ورشة من الملح، وبقلبهم كويس جدا. وبعدين بنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة، ولما اتأكد ان هم اندمجوا مع بعض بجيب كيلو بس من الدقيق، وبنفضل بقى نقلب فيه وبنعجن فيه كويس جدا. وبعدين تنزلوا بمعلقة كبيرة مش فانيليا، تنزلوا بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعدين هتحتاج كمان معايا كوباية ونص من المية تكون دافية، وتفضلي تعجني فيه كويس جدا لحد لما العجينة تبقى ملساء جدا ومش ماسكة قوي ومش سايبة قوي، يعني متوسطة، مش بتلزق قوي ومش صلبة قوي. شايفين كده العجينة بقت معايا خطيرة زي اللبانة بالظبط، تحفة. نغطيها بقى ونسيبها تختمر براحتها، وبعد ما تختمر هنجيبها بقى ونقطعها بسكينة 4 عشان هنعمل بيهم 4 وصفات مختلفين. كل وصفة هتبهر اولادك. انت كده تطمني ان اللانش بوكس هيرجعلك فاضي، مش هيرجع بالاكل اللي فيه. نقسمهم بقى ال4 تقسيمات ونشوف مع بعض هنجهزهم ازاي. لو وصلت لحد هنا تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة بقى نبتدي باول وصفة. نزلت بشوية من الزيت، وبعدين هنفضل نفرد فيها بقى بالنشابة بايدك باي حاجة. المهم ان انت تفضلي تفردي فيها كويس، وانا عايزاها تبقى دايرة كبيرة كأنك بتعملي بيتزا بس عايزاها كبيرة، وحاولي على قدر الامكان ان هي تكون متساوية. وعايزة السمك يكون رقيق جدا، يعني اقل سمك تقدري توصلي له، بس المهم ما تكونش مقطوعه، اللي هي تبقى ماسكه نفسها بس السمك رفيع جدا. افردي فيها بقى وظبطي بايديكي عشان ايه تطلع معايا على قدر الامكان متساويه. يعني اكيد مش هتعرفي تعمليها دايره مظبوطه، بس حاولي على قدر الامكان، سوي بقى بايديكي واعملي على قدر الامكان. بعد بقى ما سويناها نتاكد ان الطروف برضو نفس التساوي. كده خلاص العجينة كلها بقت متساوية. هنجيب بقى قطعة بيتزا او السكينة، لو مش متوفر عندك قطعة البيتزا تقدري تعمليها بالسكينة، ونقطع كأنك بتقطعي بيتزا بالظبط، تعمليها مثلثات صغيرة. احنا هنا هنعمل ميني كرواسو بالجبنة والشوكولاتة. نجيب بقى الصينية عشان تبقى جاهزة وندهنها بزبدة، وبعدين نجيبها بقى وندهن عليها هي كمان زبدة. ادهنيها كل الطبقة دي كان يفضل ان انت تدهنيها قبل ما نقطع، بس انا نسيت. فانت ايه ممكن تعمليها قبلها او بعدها، المهم ان انت لازم تدهنيها بطبقة من الزبدة. ممكن كمان مش اكيد مش لازم ان احنا مثلا نحشي شوكولاتة وميكس جبن، لا. احنا ممكن نحشي لانشون، عندك بواقي فراخ، اي حاجة بتفضليها احشي بيها. ممكن تعمليه سادة، لانشون، اي حاجة انت بتفضليها. بس ايه، حاولي على قدر ما الامكان ان انت تعملي حاجات مفيدة والعيال بيحبوها. بلاش لانشون، بلاش لحوم مصنعة وحاجات ايه ملهاش لازمة. شايفين شكلها امور وتحفة ازاي؟ حطها بقى في الصينية. نعمل كمان واحدة بالجبنة، ده ميكس جبن. تأكدي برضو ان انت جايبة نوع جبن كويس، متستخسريش. احنا لحد دلوقتي عاملين كل حاجة مفيدة، ضايفين فيها لبن رايب ده مفيد، وضايفين فيها بيض وحاجات كلها مفيدة، وانتوا ضامنة اولادك هياكلوا ايه. عملنا اللي بالجبنة، نعمل كمان واحدة بالشوكولاتة.
بصوا بقى، حاولوا ان كل ما تبقى رفيعه، كل ما بتلفيها اكتر، كل ما بيبقى طعمها شكلها احلى، وبتبقى مرة اكتر. فاهميني؟ كل حاجه ان شاء الله هتعمليها تبقى كويسه، ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا بينا نشوف تاني وصفه. ندهن رشه من الدقيق، وهنقسم دي على طبقتين عشان هنعمل بيها وصفتين، يعني مش يعني دي هنعمل منها وصفتين مش وصفة واحدة. احنا بقى دلوقتي بنعمل رول البيتزا. انا عايزاها نعملها مستطيل، يعني مش دايرة ومش لا، نعملها مستطيل. وبعدين هنسويها بالسكينة لان عايزاها تبقى مظبوطة جدا، لان عشان الرول يطلع مظبوط. رول البيتزا ده بصوا بيبقى في اللانش بوكس تحفة، ويبقى سهل وبيبقى شكله حلو كده، وبيعرفوا ياكلوه هناك. فانت ايه، افضلي برضو سوي فيه، وعايزه برضو السمك بتاعه يبقى اقل سمك تقدري توصلي له، بس ما تبقاش مقطوعه، اللي هو ايه، ماسكه نفسها، بس رفيعه جدا برضو. فاهميني؟ كده شايفين السمك؟ سويها بقى انت بالقطاعه او بالسكينه، وهنجيب عليها كاتشب، اي صوص انتوا بتفضلوه، ممكن ما تنزلوش باي حاجه، ممكن بجبن بس. لو وصلتوا لحد هنا تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. نجيب بقى جبنه رومي، وبعدين هنحط عليها برضو ميكس جبن. حطي بقى زيتون، حطي فلفل اخضر اللي ولادك بيحبوه انزلي بيه، ونلفها بقى رول ليها كده بالراحه كده، وسمي الله ورول ليها. شايفين طالعه مظبوطه معايا وخطيره. اقفليها بقى من تحت علشان ايه، نتاكد ان هي كده اتقفلت عليها كويس. ونجيب بقى سكينه وهنقطعها. اللي تقطعيها الحجم اللي انت تفضليه، ونرصها برضه في صينيه مدهونه زبده، اوعي تنسوا الزبده. زبدة او اي مادة دهنية، يعني ممكن تنزلي بزيت بسمنة، المهم ان احنا ننزل بحاجة علشان ما تلزقش في الصينية. انت هتعملي اللانش بوكس مرة في الاسبوع، هو كيلو دقيق وشوية جبن، هتعملي هيوفر عليكي وقت ومجهود وفلوس، هيفضل معاكي ان شاء الله طول الاسبوع في الفريزر. ممكن تشيليه في الفريزر، او تشيلي نص الكمية في التلاجة ونص الكمية في الفريزر، ممكن تشيليهم كلهم في الفريزر كلهم في التلاجة، وتطلعيه تحطيه في الميكرويف، او ممكن تحطيه في اللانش بوكس كده، وهو لحد لما يوصله هيكون التلج فك من عليه. دي بقى واحدة فردتها وقطعتها ممكن تقطعها بقطاعة، او انا عملتها بتاعة الكوباية، وبحشيها جبنة، بتبقى دواير كده محشية جبنة او شوكولاتة. بصوا والله خطيرة. انا قعدت اكل فيهم كده وهم معمولين تحفة جدا، والعيال هينبسطوا بيها ويعرفوا ياكلوها، سهلة جدا وطعمها خطير. لو انتوا حابين نجهز مع بعض اللانش بوكس، اكتبوا لي في الكومنتات، واحنا ان شاء الله كل يوم نجهز مع بعض اللانش بوكس بافكار جديده وافكار مختلفه، مع شويه تريكات بسيطه كده عشان الاولاد يحبوا الحاجات يحبوا اللانش بوكس. شايفين بحط كده وبقفل عليها، بتبقى كأنك بتعملي اللي هو الكحك، بتبقى سهله، وبتشكليها بس بظهر شوكه بس كده. كل دول انا بسيبهم يختمروا. دي تقريبا تالت واحدة هعملها ميني بيتزا، بتبقى برضو خطيرة والأولاد بيحبوها. ميني بيتزا صغنونة وبتبقى حلوة، بتاخدي كده نفس حجم البيضة، وبتحاولي ان انتي تاخدهم كلهم نفس المقاس، وبتفضلي تلفيها على نفسها علشان ايه تبقى متساوية. خلصتهم كلهم، نبططهم بقى
ونسيبهم يرتاحوا شويه، علشان ما يفضلوش يلموا نفسهم، يتلموا يعني كل شويه. لا، سيبوهم يرتاحوا شويه، سيبتهم يرتاحوا تلاقيكي بقى بتفردوهم بمنتهى السهوله. شايفين؟ لما تبططيهم شويه وتسيبيهم يرتاحوا بتقدري ان انت تفرديهم تاني مره بمنتهى السهوله. بعد كده اما خلصتهم كلهم هتجيبي بقى ظهر شوكه وتفضلي تغرزي فيهم علشان ما يتنفخوش معايا. يعني مش بعمل عيش، ده بيتزا. مش عايزاهم يبقى العجينه هشه قوي، لا انا عايزاها تبقى متوسطه. افضلي بقى خرمي فيهم بالشوكه. ممكن بقى تعملي صوص البشاميل، وممكن تعملي صوص البيتزا، وممكن برضو تعملي كاتشب. انا بختصر الموضوع كله بحط كاتشب. وعملت على فكرة تاني بس ما حطيتش عليه كاتشب، سيبته سادة. هما بيحبوه كده برضه. شايفين؟ ساحر. اللهم صل عليك يا نبي. كنت هقول ايه؟ كل شوية البتاع يفصل وانسى كنت بقول ايه اصلا، فاعذروني بقى. نحط عليه بقى جبن، وزي ما قلت لكم الحشو بتاعكم حطوا فيه اللي انتوا عايزينه، اي حاجه. بس هو اصلا اللانش بوكس افضل حاجه فيه ان انت تحط فيه جبن بس، لان الحاجات المصنعات احنا مش حابين ان احنا نضيفها، عشان عايزين اللانش بوكس يبقى صحي و... وفي نفس الوقت اللحوم والحاجات دي. نعمل بقى اخر صنف معانا، ده هنعمله زي العيش الفينو كده بس حاشينه جبنه رومي. سهل برضو، مش بتحتاجي ان انت تحشي اي حاجه. زي ما قلت لكم بتجيبوه من الفريزر، يا اما تحطوه في الميكروويف شويه، يا اما تحطوه في اللانش بوكس، وهما لحد ما يوصلوا في الحر اللي احنا فيه ده هيكون فك ويقدروا ياكلوه. لانش بوكس سهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت، يا دوب هتقطعي معاه فاكهه وتعملي معاه عصير في البيت، بلاش تشتري جاهز، وتحطي فيه تلجايه هيفضل معاه ان شاء الله كويس لحد ما يجي يشرب. بنلفه بقى كده، بنعملها بالطول، وبعدين بنحط فيها اي حشو انتوا بتفضلوه، وبعدين بنرولو تاني وبنلفه كده. بصوا بيطلع عيش فينو خطير. ممكن تعمليه ساده وتبقي تحشيه انتي نوتيلا او جبن او جبنه كريمي اي حاجه. المهم ان العيش ده بيبقى خطير، والعجينه دي تحفه. شفتوا عجينه واحده بس عملنا منها كام نوع، وممكن كنا ننوع ونعمل انواع اكتر واكتر. لو انتوا حابين يعني اعتمدوا، العجينة دي بتبقى طعمها خطير وهشة وناجحة 100%. شايفين؟ تحفة. سيبي بينه وبين بعض مسافة، لان لسه هيختمر وده كله هيتضاعف. لفيه كده وظبطيه ورصيه. انا هنا لقيته لا صغير عليه، فهنقله بقى في صينية تانية. هنا حطيت ميكس جبن، ما حطيتش جبنة، وعملت واحدة برضو بالشوكولاتة. فانتي زي ما بتحبي، والحشو ده بتاعك زي ما قلت لك. المهم ان انت تنوعي من عجينه واحده، تنوعي منها كتير علشان الاولاد ما يزهقوش. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. كيلو دقيق عمل لنا كام نوع؟ ان شاء الله هيفضل معاكي طول الاسبوع. ده كده خلاص خلص، احنا كنا اكلنا منه. كده ده اول نوع. هو ده الميني بيتزا، هو ده العيش الفينو، وده الرول البيتزا، وده ميني بيتزا الساده. نحطهم بقى في اطباق. انا حطيتهم في اطباق علشان التصوير. بس انتوا بقى شيلوهم في قوارب، في قالب بيدخل الفريزر ودخلوه الفريزر. شايفين؟ شكله يفتح النفس. على فكرة انتوا ممكن تعمليه، يعني لو مفيش عندك اولاد او كده ممكن تعمليه الفطار او العشاء. سهل وسريع ومش هتوجع في دماغك. وده تحفة. انا هفتح معاكم دلوقتي واحدة. بصوا طعمها خطير وهشة من جوه، وطعمها تحفة. شايفين؟ بجد موفر جدا وهيوفر معاكي وقت وفلوس كتير جدا. هنبأكد عليكم.
بتمنى والله يكون الفيديو عجبكم والافكار دي عجبتكم، كنت انبسطتوا من الفيديو. لا انا لسه هنا بقى بوريكم ان انا لميته كله، شايفين هش وخطير ازاي، تحفه. ده بقى بصوا امور خالص، تحفه.